السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي بيت الهنا مع هناء. يا صباح الخير يا مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. النهارده فيديو جديد من مطبخ بيت الهنا مع هناء. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. اللفت طلع ومالي السوق دلوقتي وسعره رخيص. 3 كيلو ب10 جنيه. جبته من السوق وده الموسم بتاعه. الحقي بقى جيبيه وخلليه ومعايا جربي الوصفة دي واعمليه. بصي بقى معايا هنا دوت 5 كيلو لفت. دي نص الكمية وفي نص الكمية تانية هوريهولك هنعمل ايه فيه. معايا هنا نص بنجر عشان يديله اللون الحلو اللي انتوا بتشوفوه. معايا هنا كيس ملح وشطة ومعايا خل. معايا دي السكينة بتاعت اللفت اللي بتخليها ايه مشرشرة كده شكلها حلو. بصوا انا عايزه تعملي الشكل دوت كده. بصوا المشرشر دوت بتعمليه من القطاعه دي، بتجيبيها من عند الادوات المنزليه ب7 جنيه ونص. انا جايباها بقالها يجي 5 سنين. تمام. ومعاكي السكينه وتعالوا نشوف هنعمل ايه. لو لسه ما حطيتش اللايك حطي اللايك، كومنت حلو زيكم كده، ويلا بينا وشيروا الفيديو لو سمحتوا. هتجيبي حله على النار وهتمليها ميه كده اللي هنخلل بيها اللفت. الميه تسخن وتغلي، لازم الميه تبقى مغليه وتسيبيها تبرد قبل ما تحطيها في البطرمان. وتجيبي بقى البطرمان كده عشان تعقميه وتحطيه كده اهو. والكل الدخان اللي بيطلع من الميه بيخش جوه ايه البطرمان اللي هتخليه فيه ده. كده انتي بتعقمي البطرمان. طبعا انا عملت الخطوه دي والميه دفيت خالص. تمام. بصوا هنحطه بقى فيها ايه. هنجيب كيس الملح، هنحط نص كيس الملح لو عايزاه مظبوط. انا بحط نص الكيس اللي هو دوت الصغير. واحط خل، ربع كوبايه خل. واحط ربع معلقه شطه. بس كده هروح مقلبه كده لغايه ما يدوب الميه دي. ميه التخليل اللي هستخدمها في اللفت. عايزين تكتروا الشطه كتروا، عايزين تكتروا الملح براحتكم على حسب الكميه اللي انتوا بتجيبوها. تمام. تعالوا نشوف بقى هنجيب ايه وهنعمل ايه ونقطعه ازاي، ونسيب الملح كده يدوب في الميه. اللفت اهو، ده الجزء اللي انا قطعته، ده الجزء اللي انا لسه هعمله معاكم. انتوا بتجيبوا اللفت كده بتنقعوه في ميه دافيه قبليها بساعتين 3 علشان تطلع الطينه اللي في اللفت. وبعدين بفرشه كده، في فرشه صغيره كده بتتباع عند الادوات المنزليه، هاتيها ونضفي بيها اللفت. تمام. وبعد كده بنشيل الشعر دوت بالسكينه كده. انتي لو هتعملي كميه 3 كيلو هاتي 5 كيلو علشان بتلاقي فيه شايخ في اللفت، وفي حاجات بتبقى مش كويسه في اللفت، مش بايظ يعني كده، بترميه ايه نصه. بس هي بتبقى كده اهو. بصوا شكلها. انا بجيب الصغير علشان يستوي معايا بسرعه وما يبقاش شايخ معاكي. تمام. نقي اللفتايه تبقى مدوره كده معاكي وصغيره. لو لقيتي اصغر من دوت يبقى احلى حاجه في الدنيا. تمام. هوريكم بقى التقطيعه ازاي. انا كده وريتكم بشيل العروش ازاي. دوت العرش دوت بيبقى فيه، بتقطعي الحته اللي فوق كده وبتشيلي الشعر ده. تعالوا اوريكم بقى التقطيعه بتاعتي. قطعت كده. بصوا اللفت قدامكم. هجيب بقى السكينه الاول، بتقطعيه بالسكينه كده بالطول. تمام. وبعد كده تجيبيه كده وتقطعيه. بصوا شايفين شكله؟ شايفين عمل تدريجه دي معايا ازاي اهو. كمل بقى بقيه الكميه. عايزه بقى تقطعيه بالسكينه، ما عندكيش القطاعه دي مفيش مشكله، يعني هو مجرد شكل مش اكتر. لو لسه محطوش اللايك حطوا اللايك، واللايك ما بيكربش. عايزه تاكلي اللفت بعد 3 ايام 4 ايام بالكتير، قطعيه صغير كده زي ما انا بقطعه. عايزه تسيبيه مده معاكي
وتسيبيه زي ما هو صحيح. تمام، يعني تسيبيه كده زي ما هو، هيقعد معاكي فتره. كل ما بتصغري في شكله، في الحجم يعني، فبيستوي معاكي بسرعه. انا هعمل نص ونص. اللي هوريكم ازاي هتسيبيه كده زي ما هو، وبتطلعي بعد كده وقت الاكل بتقطعي. انا عارفه القطاعه بتعمل معاكم ازعاج عشان هي ازاز، فانا هكمل انا الكميه واوريكم هعمل ايه. قبل بس ما اوريكم اخلص اللفت، اوريكم بقى البنجر بنعمل ايه. دلوقتي البنجر بيجي كده بالطريقه دي بيبقى الطبقه اللي عليه. في ناس بتحطه بالطبقه اللي عليه كده، لا انا بقشره. فبتيجي تقشريه كده بالراحه عشان ما تديش منه كتير زي البطاطس كده. ودوت اللي بيدي لون لللفت. في ناس بتحطه كده من غير ما تحط البنجر، بيبقى لونه فاتح. انا بحب لون البنجر، يعني لونه في اللفت بيبقى قوي. بحط كميه كبيره، بس هقطعه بس كده شرايح. انا جايبه نص كيلو. انا بدل ما اقطع كده واعمل صوت معاكم، اعمله على ايدي احسن كده. تقطعيه كده شرايح، ما تقوليش كبيره، هتقطعيها يعني زي ما انت عايزه بالنص يعني. بصي قطعيها بالنص كده عشان تبقى ايه شبه اللفت شويه. عايزه تقطعيها بالقطعه دي. بصوا في ناس بيحب كمان البنجر ده ياكلوه مع اللفت، يعني انا ما بحبوش، انا بديله لون مش اكتر. بصوا بتقطعها، خليتها عامله ازاي كده. بصي ده طبعا تنت طبيعي. انت تجيبي كده الحته تقطعيها مدوره كده وتحطيها على خدودك، تقعد معاكي ساعتين 3 وشفايفك. قلتلكوا اهو على وصفه تنت طبيعيه وسط تخليل اللفت. بس انا هكمل بقيه الكميه بقى دي واوريكم الخطوه الجايه هنعمل ايه. متنسونيش في اللايك وشير الفيديو لو سمحتوا. هنا كده قطعت البنجر وقطعت اللفت الكميه كلها، دول 6 كيلو. تمام. هنشوف بقى هنجيب البطرمان وهنعمل ايه. جبت البطرمان اهو بتاعي. هحط بقى كده فيه اللفت زي ما قلتلك. لو عايزه اللفت يقعد معاكي فتره، سيبيه زي ما هو صحيح كده، وعلى الاكل طلعيه قطعيه، هيقعد معاكي فتره يعني مش هيتري معاكي. عايز تاكليه بعد 4 ايام قطعيه زي ما انا مقطعه كده. هحط بقى شويه، حطيت شويه كده. استنوا اوريكم شكله. حطيت كده اللفت، اروح حاطه الشرايح كده بتاعت البنجر عشان كل طبقه تاخد اللون. اليومين دول بقى خليلي اللفت وفيه ليمون، بس انا الصراحه مش عارفه سعر الليمون قد ايه بكام يعني. انا جبت من المزرعه خللت، اوريكم شكله مع اللفت لما يستوي. تمام. لو لسه محطوش اللايك حطوا اللايك، ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم. انزلي كده السوق وهاتي كميه واعمليها، وزي ما قلتلك جيبي كميه كبيره عشان بيطلع منه الشايف دوت، فهيقل في الكميه معاكي. حطيت كده طبقتين من اللفت. احط بقى ايه بنجر كده. هخلص انا بقى الكميه واوريها لكم في الاخر.
حطيت كل اللفت والبنجر كده معاكم في البطرمان. بصوا شكله بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هجيب هنا بقى الميه الدافيه. الميه دفيت خالص وبقت ساقعه، لازم الميه تكون مغليه. حطينا ايه في الميه يا هناء؟ حطينا خل وحطينا ملح وحطينا شطه. هنزل كده بالراحه في البطرمان. لازم الميه دي تكون مغطيه اللفت كله. وانتي بقى كل يوم كده اقلبيه الناحيه التانية، اقلبي البطرمان لتحت. تمام. خلص بقى انا كميه الميه دي هحطها كلها واوريها لكم. لو لسه محطوش اللايك حطوا اللايك، كومنت حلو تحت الفيديو. واخر كوبايه اهي، بصوا غطيته كده. هروح جايب الغطا بتاعه وقافلاه. وبقى البطرمان معانا اهو، عملنا اللفت. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. 4 ايام بالظبط تفتحي عليه. هوريهولكم بعد 4 ايام واوريكم النتيجه واللون هيبقى شكله ازاي. متنسونيش بقى لسه اصلا ما عادش ايام ولونه اتغير ازاي، بقى لونه بامبا وجميل عشان انا حاطه نص كيلو بنجر فادى اللون بسرعه. تمام. وكل ما هيقعد ده لونه هيغمق. وكده اللفت بعد 4 ايام. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. لو هتقعدوه اكتر من كده يقعد معاكم مثلا لرمضان، سيبوه زي ما هو وتكايه كده وبسر. حطوا معلقه سكر عشان يفضل مقرمش. وده الليمون اللي قلتلكوا عليه انا اللي مخليلاه. هعمل فيديو او هخلي تاني عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو النهارده متنسونيش باللايك والشير وكومنت حلو. اقول لكم باي باي.